طيب لو انا بقى يا محمد عايز بقى الصوره بتاع جوز الهند والاناناسه والمنظر اللي وراك ده، نلاقيه فين؟ في المنتجعات الخاصه، والاسعار بتاعتهم بتبدا من اول $200 $300. ده بالنسبه للفيلا، كمان تقدر تاخد فيلا وبعض الصور او بعض الاماكن اللي فيها فيلا برايفت بول او ووتر بول او اوشن فيلا، وهقول لكم الفرق ما بينهم. اول حاجه البيتش فيلا، ودي عباره عن فيلا بتكون موجوده على الشاطئ على طول، يعني الخلفيه اللي ورايا ديت ممكن تلاقيها للبيتش فيلا. اما الووتر فيلا فديت معناها فيلا في وسط المحيط او فيلا في وسط الميه، يعني انت تخش بالكوبري الخشب زي اللي ورايا ده برده لحد لما توصل للفيلا بتاعتك، واللي بتلاقيها في قلب المحيط. اما الووتر فيلا برايفت بول فده معناه يا سيدي بقى ان انت عندك حمام سباحه خاص موجود في قلب المحيط، زي ما انت شايف كده، حاجه يا لهوي على الدلع، تحفه. بالنسبه بقى للبرايفت ايلاند، لو انت عايز تتبسط هنا فعلا وتحس ان انت قضيت شهر عسل كويس جدا في جزيره والصور التحفه جدا، فتقريبا التكلفه كلها هتخش لك في سكه $2000 2200 2300 حسب المنتجع وحسب الجوده بتاعته وحسب انت مختار انهي فيلا فيه. وطبعا انا قلت لك ايه، انا من هواة الميكسات، يعني انت ممكن تعمل ميكس ما بين البيتش فيلا والووتر فيلا، او ممكن تعمل ميكس ما بين البيتش فيلا والبرايفت بول فيلا، فتقدر ان انت تزور ده وتزور ده وتتبسط فيها. طيب اقعد قد ايه في المالديف؟ المده المناسبه اللي انا شايفها انك تقعد فيها في المالديف وتتبسط وفي نفس الوقت ما تتضايقش هو من اول 4 ليالي. اكتر من كده هتبدا تزهق، لان مفيش نايت لايف بالليل. اغلب المنتجعات بتكون عامله شو او بتكون عامله انيميشن او انترتينمنت للناس اللي عايشين فيها، بس غير كده مفيش اي حاجه، انت والجزيره والنجوم وهواك. وتاني حاجه الرحلات، يعني انت بعد ما تخلص الرحلات الموجوده ما عندكش حاجه تانية تعملها، فلازم تتبسط بايه؟ هتتبسط بالمحيط، تتبسط بالجزيره، تلف شويه هنا، الحاجات ديت، انما غير كده ما عندكش حاجه. وعلشان توصل للمنتجعات او الجزر المحليه قدامك 3 طرق. الطريقه الاولانيه ان انت تروح بالسبيد بوت زي اللي ورايا ده او القارب السريع، والطريقه الثانيه انك تستخدم التجربه الفظيعه جدا وهي ايه؟ السي بلين او الطياره اللي بتعوم، وده بيبقى برضو حسب بعد الجزيره عن المكان بتاع المطار، لان المطار موجود لوحده في جزيره لوحده. وتالت طريقه عن طريق حاجه اسمها الدوميستيك فلايت او الطيران الداخلي، بيبقى طياره صغيره كده محندقه جميله كده بتاخدك بقى للمسافه الابعد او الجزر اللي هي البعيده.